السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة مغربية من إنجلترا. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم حلوة بسيطة وسهلة وطريقتها جد بسيطة. نتمنى أنكم تجربوها، أكيد غادي تنجح معكم كيف ما نجحت معايا. تابعوا الفيديو للآخر وما تنساوش ديروا لايك للفيديو واشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد. بقاو معايا نتعرفوا على المكونات وطريقة التحضير. الوصفه ديال اليوم ان شاء الله الحلوه اللي تنسميوها الجليجه او الرخامه. طريقتي جد سهله واكيد غادي تنجح معكم بمكونات جد بسيطه. كيف ما كتلاحظوا انا استعملت الفول السوداني او الكاوكاو اللي حمرته في الفرن مع ودهنته شويه بالزيت، هي اللي حمرته في الفرن. غادي نحتاجوا واحد الكميه بسيطه من البسكوي العادي، وغادي نحتاجوا ايضا العسل. انا غادي نستعمل غير عسل منزلي باش غادي نجمعوا الخليط ديالنا. نبداو نطحنوا في الكاوكاو، ما نطحنوش ما نيلوش بزاف، يبقى شويه مهرمش كيف ما كتلاحظوا. نفس الطريقه البسكوي حتى هو غادي نطحنوه. تقريبا انا استعملت هنا واحد 100 غرام ديال البسكوي. ممكن تستعملوا اكثر، انا اكتفيت ب 100 غرام، جا في المذاق افضل. نستمروا بهذه الطريقه، نطحنوا البسكوي ديالنا ونعملوه على الخليط ديال الكاوكاو، ونبداو نجمعوا الخليط ديالنا بالعسل. كيف ما سبق لي وذكرت قلت لكم العسل صايبته غير في المنزل. ممكن نستعملوا هذا العسل المنزلي او نستعملوا عسل طبيعي على حسب اللي متوفر عندنا. بالنسبه للكميه ديال العسل تتبقى على حسب الخليط وعلى حسب كميه الخليط. غادي نبقى نضيف في العسل تدريجيا حتى نحصل على واحد العجين اللي يكون متماسك ونقدروا نشكلوا منه واحد الكويره كيف ما غادي يبان لكم في الصوره. كيف ما كتلاحظوا هذا هو القوام ديال العجين اللي خصنا نحصلوا عليه. كيتجمع لينا بهذا الشكل وتلتصق باليد. نفرشوا واحد البلاستيك للعجين ديالنا ونحطوا الخليط بهذا الشكل هذا. نغطيوه بقطعه اخرى من البلاستيك ونطلقوه بالدلاك او بيدينا على حسب اللي حنا مرتاحين فيه. نطلقوه مزيان ونحاولوا نقادوا له الجوانب ديالو حتى نحصلوا على واحد مربع او مستطيل اللي ما يكونش غليظ بزاف وما يكونش رقيق. كيف ما غتلاحظوا في الصوره كيف ما غادي نعملوا انا، غادي نحاول نقادلو الجناب ديالو باش يكون يجينا على شكل مستطيل باش ما يضيعش لينا عند في التقطاع. من بعد ما قدينا الجوانب مزيان كيف ما كتلاحظوا حصلنا على واحد المستطيل.
غادي نحاولوا نسحبوه في واحد البلاطو كيف ما كتلاحظوا بهذا الشكل. وغادي ناخذ انايا الشوكولاط الاسود اللي ذوبته في الميكرووند او نعملوه على شكل حمام مريم. ناخذوا هذه الطبقه هذه غادي تكون شويه رقيقه، اللي غنديرهم ما غاديش نديروها غليظه، لان هذه الطبقه هذه هذا الوجه هذا هو اللي غادي يكون لتحت ديال الحلوى. غادي نعملو غير طبقه رقيقه كيف ما كتلاحظوا بهذا الشكل، ونخليوها جانبا حتى تنشف تماما. عاد نقلبوها باش نديرو الشوكولات طبقه سميكه في الوجه. من بعد ما بردت لنا الطبقه اللي درنا غادي نقلبوا الحلوى ديالنا باش نديروا طبقه سميكه للوجه ديال الحلوى بهذا الشكل كيف ما كتلاحظوا. نسرحوها مزيان حتى يولي الوجه ديال الحلوى كله متساوي بهذا الشكل كيف ما كتلاحظوا. نحاولوا نغطيو جميع الجوانب بالشوكولا بطريقه متساويه. نخبطوا شويه البلاطو باش ما يبقاوش لنا الفراغات. تبعوا معايا الطريقه، اكيد غادي تنجح معكم، هي طريقه جد سهله وناجحه ان شاء الله. ناخذوا الشوكولاط الابيض اللي ذوبناه وعملناه في واحد البوش ونعملوا منه خطوط باش نشكلوا الزواقه ديال الرخامه. بهذه الطريقه كيف ما كتلاحظوا انا رجعت ضيقت الخطوط باش تجينا الزواقه مزيانه. ناخذ واحد العود او موس ونعملوا خطوط بهذا الشكل، مره طالعين مره نازلين حتى تنحصلوا على هذا الشكل الرخامي، ونخليوه حتى ينشف مزيان. انا خليته ليله كامله ضروري ينشف مزيان باش ما يلصقش لنا عند التقطاع او لا يتهرس لنا عند التقطاع. من الاحسن نخليوه ينشف في الكوزينه، ما ندخلوش للثلاجه. ضروري نخليوه ينشف بالمده الكافيه ديالو. انا خليته ليله كامله باش يجيني التقطاع ساهل وما يتهرش ليا الحلوه ديالي. من بعد ما نشف مزيان غادي نحيدوا الجوانب ديالنا باش يجينا التقطاع مقاد. نحيدوا الجوانب كاملين بهذا الشكل ونبداو نقطعوا الحلوى ديالنا بالطريقه اللي بغينا. ممكن نقطعوها مربعات او مستطيلات او مكعبات على حسب الرغبه. ممكن نقطعوهم كبار او صغار، تتبقى على حسب الرغبه ديالنا. ونستمروا بهذا الشكل حتى نساليو الحلوى ديالنا كامله.
والحلوه ديالنا هذا هو الشكل النهائي ديالها. كتجي رائعه، كتجي سهله باش نقطعوها وبلا ما تهرس لينا كيف ما كتلاحظوا في الفيديو. نتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه بهذه المكونات البسيطه، اكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم. شكرا على المتابعه، وما تنساوش ديروا لايك للفيديو واشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد ديالي، والى فيديو قادم ان شاء الله.